وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا رايكم في البيجامه بتاعت حبه؟ ايه رايك يا اسطى؟ حلو. انت حلوه وانت زعلان ليه كده؟ خدني معايا بكره وخد صراحه واشربوا اشربوا حاجه ساده. ولا عمري هاخدك معايا يا معلم، ولا عمري اسيبك يا واد يا برنس. ايه رايك في البيجامه؟ وريها لحبايبنا كده. ايه رايكم يا حبايبي؟ حلوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اسال الله العظيم لي ولكم من السعادة ما يمحو الأحزان، ومن اليقين ما يزيد الإيمان، ومن الصحة ما يعافي الأبدان. صباح الخير عليكم وعلينا وعلى كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الأمة الإسلامية. بحبكم في الله، أرجو الدعاء لأهل غزة، وبحبكم جدا جدا. وما تنسوش اللايك، وما تنسوش التعليق الحلو والصلاة على سيدنا محمد في التعليقات. هاخدكم معايا النهاردة في جولة جميلة جدا، وأنا رايحة القاهرة لنرمين أختي. حبيت أفاجئ أختي في عز الشغل وعز البهدلة بصراحة والكركبة اللي كانت عندي في المطبخ. طبعا أنا لما رجعت من العمرة نرمين طبعا إجتني وكده، وطبعا كانت الشنط طبعا ما جاتش يا حبايبي. المهم لما الشنط إجت بفضل الله، طبعا كان لازم تاخد من أي شيء من الشنط ويكون في لها نصيب فيها. طبعا في الوقت ده هي ما نزلتش خالص لغاية الآن، وأنا حبيت إن أنا أروح أزورها وأفرحها وأودي لها هي كمان الهدايا بتوعها، وحتى لو كانت هدية بسيطة جدا، وحتى لو كانت ملهاش قيمة ماديا، لكن أنا حبيت إن أنا أفرحها وفي نفس الوقت إن أنا أزورها وأطمن عليها. طبعا في الوقت ده أنا استغليت إن سمسمة ما عندهاش شغل في اليوم ده، وقلت لها أنت عندك شغل بكرة يا سمسمة؟ قالت لي لأ، بكرة في العمال معطلين. قلت يا سلام علي، هي دي فرصتي بقى، هروح واجي. طبعا انا قلت لها ان انا هروح لنرمين بكره، بس انتي ما تقوليش ولا اي حاجه. بس هو مين يا حبايبي؟ ام لسانين سمسمه ديت راحت على طول قالت لنرمين تاني يوم. وطبعا انا ما كنتش عايزه نرمين تعرف علشان ما تكلفش نفسها. وهي طبعا عرفت في دخولي مصر، يعني هي ما عرفتش طول الطريق، لكن عرفت وانا داخله عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده خلاص احنا وصلنا محطة المترو في القاهرة. بننزل ورا الكوبري ده، ورا المحطة، بننزل من الأتوبيس اللي جابنا من بلدنا. طبعا بيني وبين نرمين أختي في المسافة دي 3 ساعات. 3 ساعات في اليوم ده، خدت 4 ساعات في الطريق. ليه يا ست أم صلاح؟ الدنيا زحمة 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 عشان المدارس وعشان الموظفين واللي مسافرين. بصوا يا حبايبي، الدنيا فعلا زحمة في مصر. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده، عديت محطة المترو، وبعدين بدخل على تحت الكوبري من هنا كده عشان هركب مواصلة توديني لنرمين أختي، وهي عبارة عن توك توك أو عربية عادي من اللي هي الكشف دي. طبعا بالنسبة لأن أنا معايا البنات العساسيل الأمامير، عمرهم ما هيركبوا العربية الكشف، هيركبوا توك توك. قلنا ماشي مش مشكلة يلا. طبعا أنا كنت بصراحة مش هاخد البنات، وبعدين قالوا يا ماما عايزين نيجي معاكي نشوف خالته. قلت خلاص ماشي يلا تعالوا، أمري لله. هي كلها مصاريف وخلاص. اللهم صل على النبي. وبعدين في نفس ذات الوقت قلت ان انا افرحهم كده وامشيهم برضو واغير لهم جو. زي ما انتوا شايفين كده تحت الكوبري دي موقف كبير جدا جدا جدا، ولو مش انتي حافظه المكان كويس هتوهي داخل الموقف، وانتهتي ودخلتي من مكان هتطلعي من مكان تاني خالص خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا كده طبعا كل الناس بتعرض حاجتها، كل الناس بتعرض البضايع بتاعتها يعني، واي حد حابب يسترزق من اي حاجة بيجي يفرش فيها في المكان ده. لان المكان ده طبعا يعتبر زي جسر عمومي، كل بلاد العالم بتعدي منه عشان تروح لبلادها، كل الناس العالم بتعدي منه عشان تروح لبلادها والموطنها. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا كده كان واحد بتاعه فاكهه، بياع بتاع فاكهه واقف، فقلت اخد لنرمين اختي معايا فاكهه، ما ينفعش ان انا ادخل عليها فاضيه. هنا خدت تفاح وخدت مانجا وخدت عنب، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد. كنت هاخد اللي هي القشطه دي يا حبايبي، بس انا للامانه مش عارفه طعمها ولا عارفاها. انا بشوفها شكليا فعلا كتير لما بروح مصر، لكن انا مش عارفه فاكهه القشطه دي هل هي طعمها حلو ولا وحش.
والصراحه لقيتها غاليه يا حبايبي، فقلت انا خايفه ان انا اجيبها واخسر الفلوس في الفاضي. ازيكم يا حبايبي؟ لكن عاملين انتم ايه؟ بقى يا ان رب شاء تكونوا الله بأحسن تقولوا لي حال. رايكم وتابعوا المفاجأة معايا دي بقى. الفيديو، بحبكم طبعا جدا تابعوا جدا، معانا ما الفيديو تنسوش وبنحبكم في اللي. ازيك يا رمية؟ ازيك يا سمور؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ نرمين طبعا احنا جينا يا ولاد وقعدنا ولقيناها مجهزه الافطار على طول. ربنا يوسع عليها يا رب. حيوت العسل. وطبعا تابعوا معانا الفيديو وانتوا هتشوفوا بقى احنا الطريق بصي يا اولاد، والمواصلات انا عايزه وكده. اقول لكم على حاجه ان هي مش قالت لي اصلا، وقسما بالله حصل. وانا عامله لها مفاجاه، هي عامله لي مفاجاه ماشي. واول ما عرفت ان هي في الطريق عايزه اقول كنت بشقلب حوالين نفسي ماشي. انا عامله حاجات كده على مواسم، انا عامله لهم اللي هم بياكلوه. هي اللي قالت لها ان انا جايه ام لسانين سمسمه. والله سمسمه يا أحلى ولاد. مفاجأة، احلى مفاجاه وقسما بالله. طبعا هي عرفت ان انا في الطريق وانا داخله السلام دي في مصر. وطبعا انا يا ولاد والله مش بحب اكلفها، يعني انتوا فاهمين. أيوة. وبعدين انا جايبه معايا العروستين بتوعي اسماء والاء. ويا رب دايما بيتها عامر بالخير والزياده، وتدخلوا عند نرمين يا حبايبي وتابعوا الفيديوهات، وما تنسوش تحطوا اللايك، بنحبكم جدا جدا. ويا رب كده الفيديوهات تعجبكم. ايوه يا رب. امين يا رب. بنحبكم في الله. تابعوا معانا الفيديو بقى. مواسم يا اولاد. ده رضا عسل. عايزة انت أحمد عارفه بطاطس انت عارفه ان عارفة انا ما باكلش الكلام ده. ما بتاكلش الحاجات دي كلها، انا عملت على اللي هي هتاكله هي والبنات. تسلم ايدك يا رومية، وربنا يوسع عليكي يا رب العالمين. ما هيجي في السكه. حبايبي عاملين ايه؟ كان نفسي اعمل اكل اكتر من ده ومش معاهم والله، بس والله الخير كتير وربنا يوسع عليكي يا نور. ازيك يا منير؟ والله كانت مفاجأة، اجي الاقيكم كده مالين البيت علينا والشقة. عامل ايه يا ابو مش محمود؟ عارفين من امبارح يا سمورة. حب المفاجآت ما انت عارف. ذبحنا الخروف اهو على كشر الزعيم. كنا طلعنا نص اللية هنا وجبنا هنا ولا يا منور. مبسوطة؟ انت مبسوطة في حياتك؟ محمود خالص والله. والله أنا ربنا سعيد يوسع بكم. عليكم، وحشني والاكل يا رب. خير كتير قوي يا اولاد، وربنا وراك يوسع يا عليك. حبوش. والله لما كنت عايزاها تعمل كل الاكل ده كل كليتها شوية وزعجت ليه. سمكة ولولة. تسلم ايديكي يا رومية، والاكل شكله يفتح النفس. دي اقل حاجة لك يا سمورة. تسلم إيديك. عمرة مقبولة ان شاء الله، عقبال حاجة يا رب. كبيرة حبيبتي. يا رب العالمين. وربنا يتقبل باذن الله. يا رب عقبالنا جميعا كده على جبل عرفات. يا رب. امين يا رب العالمين. اسبوع طبعا الفيديو كده كوبايه الشاي بقى يا ولاد بعد الغدا لها شكل تاني. خد يا منور. هي الامور في مالك عامل ايه؟ قولي ايه لي يا بس. حبيبي قولي مالك؟ لك يا غالية. الله هتجيب لي هديه؟ الله يا رب. انا شفت. ده دهب خالص. هتخش الاول. ايوه دخلت الصبح. انا لسه جايبها دول بس. الله والله ده. لا مش هتكسرها. هتكسرها يا ابني مش هناك. اوه جيب الصابون. لا دي واسعه والله ايه. انا خسيت. الله. مبروك يا منور. والله ما يحصل والله ما ينفع. مبروك يا غالية. لا والله ما يحصل. لسه تدينا ايه ده؟ السمورة عشان هي اللي جابتها. ربنا يا رب ما يسيب. ايه رايك؟ لا ماليه مكانها كده تحس ان هي شكلها روكت. والله يا ابني لاقي عليها الذهب. لاقي عليها الذهب. انت كلك ده. يا سلام على الكلام. نرمين. وحيوت. يا سلام على الكلام اللي يثبت. انت معانا ابو محمود في الدنيا. ايوه. لا هيبقى ده ابو كلام. لا يعني حلو يا ابو حبيب. الشخصية اللي حلوة. الشخص ولا بيه البنطلون ده واضح اكتر من الاسمر. التخطيطه بتاعته. المشكلة في حاجة هتجيبلنا. حاجه هتجابلنا. ايوه. تعرف ايه؟ ايه هي يا حاج محمد؟ قول ايه لو شاطر. انت مش حضرتك فلسطين. الرجلين. رجليه. عشان تجهل. اساور الرجلين. امال ايه؟ دي مخطط ودي سادة. لا ما هو في مخطط. تهبل يا ابني. ايه؟ لا. انت عندك الفوق صوف يا زكي. يا زكي. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شفتوا معايا الفيديو كده بالصوت والصوره، ما رضيتش ان انا امسحها لكم لان كان فيها لقطات جميله من ابو حبيبه وام حبيبه اللي هم ام محمود وابو محمود جوز اختي يعني. فحبيت ان انتوا تسمعوها وهو بيهزر مع اختي وكده، وربنا يا رب يديم ما بينهم المحبه ويبعد عنهم الشيطان. هنا كده كنت بوريكم هدوم ابو حبيب واللي انا اشتريتها له طبعا بعد التعب والشجا اللي تعبوا معايا في المطبخ. حبيت برضو اجبر خاطره وافرحه، وجبت له طقمين حلوين كده وغاليين، مش هم رخاص يعني، والله غاليين يا حبايبي. الطقم فيهم عامل 800 جنيه.
وجبت له محفظه كمان، لكن هو حطها في جيبه وانا ما صورتهاش. المحفظه لوحدها ب150. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت البنات كمان جبرت خاطرهم وجبت لهم باجه كده كل واحده طقمين للشتاء. طبعا الاء بتحب الحاجه الواسعه زي ما انتم شايفين كده، وهي اصلا الموضه اللي طالعه واسعه، وهي اصلا طبيعتها بتحب الواسع. اسماء ما بتحبش الحاجه الواسعه الجوي يعني بصراحه. كل واحد له طبعه، وكل واحد في الحياه دي له اسلوبه في الحياه ولبسه، وكل واحد بيلبس على كيفه زي ما انتم فاهمين. لكن اهم حاجه ان هي تكون مستوره. طبعا البتاع ده لازم بيتلبس عليه من تحت بنطلون جينز او جيبه، لكن هي لابسه يعني في البيت كده استرتش يعني بتوري الناس وخلاص، اي كلام في اي كلام. المهم يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. العيال دي متعبه قوي يا ولاد، وربنا ان كان صوتي في الوقت ده جاب لها ب5 دقايق بالظبط. كان مودي اخر الشارع اللي انتوا شايفينه في الكاميرا ده. كنت قاعده اصوت كده وقاعده اهلي. بحبكم جدا جدا، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. تنسوش اللايك وقولوا رايكم في الهدوم. والسلام. وطبعا يا حبايبي معلش اسفه، نسيت حبيبي يا حبايبي. طبعا انا كنت جبت الحبيب كمان بيجامتين. البيجامه اللي انتوا شفتوها في الاول، وهو كان بيقول لكم السلام عليكم وايه رايكم في البيجامه بتاعت حبيبي الزرقاء دي. طبعا عجبتني وهي قطيفه. والبيجامه التانية كمان جبت له واحده كمان. واللهم صل على النبي محمد. هو كان زعلان وبيقول في الاول ان انا حلوه وبين غير نفسي كده. طب ليه يا حبه؟ بقولك عشان انت هتاخدي صلاح وتروحي تشربي معاه حاجه ساقعه بره وتشتري له هدوم ومش هتاخديني. قلت له طب ما انا اشتريت لك هدوم. قال لي لا برضو انت تاخدي صلاح تشربوا حاجه ساقعه لوحدكم.